المكيل الملتزم الخلوق الذي جاء من العدم ونشأ من قلب المعاناة، المحارب الصغير الذي لا يكل ولا يمل من تعريق قميص المنتخب الجزائري. تجده نشطا في كل أرجاء الملعب، هداف منطقة إفريقيا لتصفية كأس العالم. يمر بفترة فراغ منذ آخر مباراة ودية سجل فيها شهر نوفمبر سنة 2025 ضد منتخب زيمبابوي الإفريقي، إضافة إلى سقوط ناديه للدرجة الثانية الألمانية ناديه فولسبورغ الألماني. تركه يدخل في حالة ذهنية، يريد التسجيل بأي طريقة وهو معذور، لكننا كجزائريين لا يجب أن نكون قاسيين عليه وننكر الجميل. محمد الأمين عمورة لازم يلعب ضد الأرجنتين والأردن وحتى ضد منتخب النمسا كأساسي، لأنه السلاح السري والفتاك للنخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. سرعته وقوته في افتكاك الكرات واقتناصها تشكل قوة رهيبة لكتيبة محاربي الصحراء، وبيتكوفيتش يدرك ذلك ويعول على لاعبيه. فقط على بيتكوفيتش افهم عمورة أنه ليس ملزم بالتسجيل، التمرير واللعب كفريق وكجماعة أولى، ثم التسجيل سيأتي، ومتأكد أن الدور سيأتي وسيشجع عمورة وسيعود لحسه التهديفي والثقة الكاملة، وأراهن عليه أن يكون أحد أبرز لاعبي المنتخب الجزائري في كأس العالم.